السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو اللي فات كان على المكملات، انما الفيديو ده عن اهم حاجة انتوا بتسألوني عنها كل مرة: ازاي اتحولت من الشخص ده للشخص ده. اهم حاجة انا عملتها في الموضوع ده كله ان انا وقفت السكر تماما. وقفت السكر تماما، ما بقاش في حاجة اسمها سكر في حياتي ولا اي حاجة مسكرة خالص. خلاص، انا طبعا ولا بشرب شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا ليا في اي حاجه من الحاجات السخنه دي خالص. اخري ميه ساقعه، ولا حتى ليا في البيبسي الحمد لله يعني. المهم، انا وقفت السكر، وكنت لما بحتاج حاجه مسكره كنت بستخدم سكر الاستيفيا، مثلا على كوبايه نسكافيه. وقت ما اخرج فين ما بخرج باخد معايا السكر بتاعي. المهم، وقفت سكر، وقفت زيوت، وقفت اكل من الشارع، فاهمني؟ وقفت الاكل من الشارع تماما، ما بقاش فيه اي اكل من الشارع خالص. خلاص، ولا بروستد ولا بيتزا ولا اي حاجه من الكلام ده. الموضوع منتهي بالنسبه لي، مع ان انا كنت مدمن. عارفين وجبه الكنتاكي اللي قد كده الكبيره قوي دي؟ كنتش باكل غيرها. تمام. المهم، الحمد لله بطلت كل الكلام ده وركزت على صحتي. بطلت زيوت، بقيت اكل الفول بزيت الزيتون، اكل البيض بزيت الزيتون، رشه بسيطه بس على الطاسه وقلي وكل. وقفت العيش تماما، مبقتش اكل اي نوع عيش غير العيش اللي هو التوست الاسمر او خبز التورتيلا، تمام، اللي هو نخالة القمح. باخد منه رغيف واحد بس في اليوم، هو رغيف واحد يكفيني. المهم، هو رغيف واحد يكفيك في اليوم زي الفل. غير كده كمان بدأت اكل اكل صحي، اكل بروتين كتير. انت لو كلت بروتين كتير الدنيا هتظبط معاك اكتر بكتير، احسن من مليون. بص، انت هتنزل تتمرن، لو اتمرنت قد ايه واكلك بايظ مش هتعرف تعمل حاجه، ولا تعمل عضلات ولا تعمل اي حاجه. لكن لو اتمرنت وظبطت المطبخ بتاعك يطلع لك 6 باكس، يبقى عندك عضلات، يبقى شكلك حلو او شكلك حلو ومظبوط. اهم حاجه انك توقفي السكر. عايز تتخن، عايز تخس، لازم توقف السكر. السكر العامل الاساسي، والزيوت والعيش والنشويات اللي هي المكرونه، المكرونه بشاميل وورق العنب. ورق العنب لف وحش ياما، مفيش الكلام ده، ولا محشي ولا فكك. يوم واحد بس كل شهر خد لك يومين، اليوم فيهم تاكل فيهم وجبه واحده بس فري، just one meal، وجبه واحده بس فري مفيش غيرها. فاهمني؟ فاهمني بتاع البط؟ تحب البط انت، انا عارفك. خلاص. المهم، الحمد لله لما وصلت من كده لكده انا بقى عندي ثقة في نفسي فوق ما تتخيلوا. وانا اصلا ما كنتش تخين كده قبل كده، بس انا جت عليا فترة اكتئاب طويلة، والفترة دي هي اللي قعدتها في البيت فترة طويلة من غير شغل او اي حاجة. فالفترة دي هي اللي بصراحة خلتني ما افكرش في اي حاجة غير في الاكل. بصراحة كنتش بفكر في اي حاجة غير الاكل وبس. الحمد لله لما رجعت تاني لنفسي، رجعت مصطفى بتاع زمان، بدأت اتحول تاني. الحمد لله بقيت من الشخصية اللي فاتت دي للشخصية دي. لايك وسبسكرايب، او لايك واشترك في القناة وفعل الجرس. لايك، اوعى تنسى.